هلا والله سهل. كيف حالكم؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله اموركم زينه. خبز اذا طلعت للبر ولا رحت الاستراحه ولا اي مكان متوهق ما عندك خبز ولا تبي تصنع خبز بسرعه، طريقه خبز مره بسيطه. زين، بس شوي مويه معها سكر معها الخميره، حركهم شوي بس بالطريقه هذه او ملعقه اللي تبي وخلهم بس يرتاحون مع بعض. هذا اول شيء. خلاص الحين ابدا كل الجواف عندي بالعجانه انزلهم. هذا الدقيق اول شيء، بعدها على طول اللي هو حليب البودره والملح، خلطهم كلهم مع بعض. بدي انزل المويه على كذا، بعدها على طول الخميره والمويه والسكر نزلهم مع بعض. الان نزلنا كل المواد مع بعض في العجان، نتركها مده تقريبا تعجن مده تقريبا دقيقه واحده دقيقه. هذا قوام العجين، شايفين كيف طالع؟ بس اشيله الحين على طول بول كذا مده تقريبا ربع ساعه ل 20 دقيقه. خلاص جاهزه عندي بعد ما تخمرت. طلعها، طبعا باخذ منها تقريبا 100 جرام. نشوف 100 جرام 116 100. خلاص كذا 150 جرام بس. كل خبزة عندي بتصير 150 جرام. طبعا طريقة التكوير بالطريقة هذه كذا. بعدها شوفوا كم طلع عندي، 147 جرام بالضبط كل واحدة. كل خبزة عندي بالوزن هذا. كذا خلاص جاهز عندي كل العجين. عندي العجين شايفين؟ بحاول اني افردها مو بقوة، بشكل بسيط عشان ما تنشق من فوق. الطريقة هذه خليها ترتاح بعد زيادة بعد ما افردها. بس ما ابغى افرد اكثر من كذا. تاوة احتاجها تكون حارة مرة. بعد ما خليت الخبز يرتاح تقريبا مدة ربع ساعة، بس انزله على التاوة على طول، اعلي النار عليه، ما اخليه ياخذ وقت، تقريبا نص دقيقة. بعدين على طول كذا اقلبه بينتفخ على طول. ايوه هذا خبز البيت جميل. طبعا ترى مو ماسك من تحت، شوفوا ها انتفخ خلاص. ايوه 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 بس انتفاخات كامله. الحين على طول اقلبها اول ما تنتفخ كامله. خلينا نصب لنا شاي قبل ما ابدا. بوريكم الخبز، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. ميزة هذا الخبز انه خفيف ويمديك تصلحه في كل مكان. شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله. تجربوا عليه الجبن. والله طعمه جميل.
خبز تصلح في البيت، في البر، في الاستراحة، في اللي انت تبغاه مرة، ولا يحتاج تاكل مع شيء. والله العظيم لو مع شاي لحالها زين. في تجربة خلي بعد هذا مع مويه وخميرة. هذا بدقيق كالدو. الفرق بين خبز مخمر